احسن حاجه تقدر ديرها دابا في هذا الوقت هذه هي تكون عندك حرفه. خويا سعد مرحبا بخير. هانيه الله يحفظك. الميكانيك بناي خدمت كنبيع لي بوس لي ريشارج دي ميديتال في البحر، خدمت اخي سيكوريتي، خدمت ديك تما جاتني الفكره ديال انا خصني نمشي لبرا. عمرني ما توقعت راسي غادي نرتاح للكوزينه وغادي نرتاح لاباتيسري، ما عمرني ما سمعت شي هنغاريا ولا شي حاجه. وديك الساعات ما كان عندي فلا فلوس نقرا، كنت غادي بليستيا ديبلوم تكنيسيان. بعض المرات انا براسي بعض المرات كنشوكا حيت قريت الدومين ما عنده حتى علاقه بالطبخ، ما كنتش كنعرف لا نطيب لا والو. تما خرجت وانا نقول عرفتي شنو غادي نحل الريستو ليه صافي. عاد انا ما متيقش بان حياتي من موراها غادي تبدل 180 درجه. السلام عليكم الخوت ومرحبا بكم في فيديو جديد. حطينا الرحال ديالنا في مدينه بودابست فين غادي نكتشفوا فيها حياه مغربي في دوله هنغاريا. بزاف ديال القصص والعبر غادي نشوفوهم في هذا الفيديو. ما تنساوش انكم تخليو لايك واشتراك في القناه. انا سعد من الرباط، الاصل ديالي من اكادير، ماشي اكادير تيزينتاس، دواري خفيس، ولكن تولدت وكبرت في الرباط، تزاديت تمايا في حسان. عشت حياتي كلها تمايا. في 2017 جيت لبودابست، تما بدات القصه ديالي. في 2014 كنت ديك الساعه انا وصاحبي، واحد النهار هو يجي يقول لي اجي علاش ما نمشيوش لامستردام. قلت له كيفاش غادي نمشيو لامستردام بحال زعما راه ما عندنا ما فهمتي، ما اصلا ما غادي يعطيونا لا فيزا لا والو. قال لي اجي غير ندفعو غير هكاك لله في سبيل الله، غير توريست. قلت صافي اوكي صامارش. المهم دخلنا جلسنا دفعنا الفيزا، دازت واحد 15 يوم، قلنا جا خذوا الباسبورات ديالكم، لقينا فيهم الفيزا. اول فيزا هي ديك الصاد. مشينا لهولندا، قطعنا لي تيكا، كنمشي عند الوالده كتقول لي الوالده كتقول لي كنقول لها شوف راه خديت الفيزا، كتقول لي ويلي، قال لي كتقول لي صافي سير ما ترجعش احرق. حق الرب. ما عمري جاتني فكره الحريق وعمري ما نحرق. الشتاء واخا حتى لهنايا عمري اخويا ما نحرق، حيت ما بقاش. انا بالنسبه لي كيفاش كنشوفها الحريق بحال كتزيد تهمم على راسك، والحرق ماشي هو السوكسي اللي كاين في العالم بوحدو. وعمري ما غادي نحرق واخا زعما خرج على المغرب ما غاديش نحرق. عرفتي ديك الساعات كنشوف في اوروب كيفاش دايره في الطياره، من كنا نازلين كنشوف من التحت كنقول ناري، حتى بحال العقل ديالي تفتح، كتشوف شي حاجه اللي عمرني ما شفتها في حياتي. عالم اخر، كلشي منظم، الدنيا نقيه، الناس زوينين، كلشي ضحك، فهمتي، واحد كيعتبروك، فهمتي، كيهضروا معاك، كيعطوك قيمه. احنا كبرنا في المغرب زعما كتلقى المشكله مع السيكوريتي، كتلقى مع مشكل مع الناس. خصك في المغرب لابد خصك واحد الهندام باش تاخذ الاحترام ديال الناس. مشينا لوروب الناس كيهضروا معنا بواحد الاحترام اللي احنا زعما لابسين عادي، خصوصا ملي كنكونوا خارجين شي بلاصه ولا كنمشيو شي ريستو ولا كنمشيو شي بوب ولا شي بار، كلشي زعما كيهضر معنا عادي جدا. تما فين عرفت بان راه كاين المشكل في شي حاجه. موراها ما رجعت للمغرب تما جاتني الفكره ديال انا خصني نمشي لبرا. هولندا حلات لي عيني، خصوصا رجعت للمغرب ورجعت وحسيت بلي المغرب شكل كنقول عطا الله ما يدار. كاين واحد الحياه اللي خصني انا نشوفها، زعما خصني لابد نعيشها. ومن موراها بديت كندفع اي حاجه، كندفع لكل شيء، دفعت الامريكان، المهم فايق فابور، المهم كندفع وسال فين ما جيت. كندفع المدارس ديال المغرب، كندفع المدارس ديال برا، كندفع الخدمات برا، كندفع عشيره الحماق. الميكانيك بناي، خدمت عند البناي عند الوالد، كنت كنحفر الاراضي، خدمت كنبيع لي بوس لي ريشارج دي ميديتال في البحر، خدمت اخي سيكوريتي، خدمت ديكا، خدمت عشي اي حاجه، كنهز الحجر. المهم ما خليت ما دوزت كاع داكشي اللي قدرت نديرو درتو. هنغاريا كي جات عندك ساعه، هنغاريا ما عرفتش كاع واش جات في الاوروب ولا ما جاتش في الاوروب. ما كنا كنسمعوا على هنغاريا والو، غير انا ملي كنت في لايسيك كنت كنعرف واحد البنت جات لهنا هنغاريا. ملي جات قلت لها عافاك هاك السي في ديالي حطيه في الشركه ولا ديري لي الريفيرونس. ما عمرني ما سمعت شي هنغاريا ولا شي حاجه، ما ادفع ما بقاش جالس وصافي تبداو كيقول لي صافي راه غادي نصيفط لك الوراق ديالك باش تدفع الفيزا باش تجي لهنايا. دفعت الفيزا، ما كنسمع حتى شي خبر عن حتى شي واحد، ولا نمشي شهرين ولا نمشي للسفاره هنغاريا. وصلنا عليهم السلام عليكم، عافاك بغيت نعرف الستاتيو ديال الفيزا ديالي فين وصل. قلت لي شو سميتك؟ قلت لها سعد دويال. قلت لي واخا انا نشوف. مشات رجعت كتقول لي راه الفيزا غف. قلت لها صافي اوكي. قالت لي عافاك راه غادي نعيطوا لك باش تاخذ الباسبور ديالك. قلت لها صافي ماخش ما جاتش هنغاريا صافي انا غادي نرجع بحالاتي للدار. دازت موراها شهر كيعيطوا لي اجي خذ الباسبور ديالك. كنمشي ناخذ الباسبور ديالي كنحلو بحال هكا كنلقى فيه مطبوعه فيه الفيزا. نفس الفيزا اللي داروا لي غف فيه. كنقول ويلي دابا ما فهمتش، انا تسطيت الحماق صافي. عاد انا ما متيقش بان حياتي من موراها غادي تبدل 180 درجه. ملي جيت لبودابست بان لي ايسترن يوروب، عرفتي جيت كنقول لك ما خسرت الحفله، ما عجبنيش الحال نهائيا.
البنايات، الناس، شوارع كبار، بلاد في شكل، بشر ماشي حتى تمايا. غير في المطار كيفاش كانوا دايرين، حاش كانوا مغالقين على راسهم لواحد الدرجه ما يمكنش حاجه خرجوا من الكومونيزم ومازال فيهم داك الطبع ما مفاتحينش على الناس نهائيا. وما كانش العرب نهائيا. كنا المغاربه اللي كانوا هنا في 2017 كنا محسوبين من ديك الساعه الا مازال عاقل. في 2017 كان 581 مغربي فنغاريا كله كان خرج كان خدم كان خرج كان خدم. المهم بعدا بدات الوضعيه ديالي كتحسن شويه. حتى جا الشهر الخامس ونص بقات لي 5 ايام باش نرجع للمغرب. حتى جات تقول لي سعد راه بغيناك تبقى معنا، راه غادي نصيبوا لك الاوراق ديالك. عاد ديك الساعه تفشيت، عاد قلت الحمد لله. انا مع مولف من صغري كنخدم خدمات انديبوندون ولا كنخدم فهمتي كنجيبها باش ما كان. خدمات الشركه جاتني واحد الخدمه اللي ممله الموت البطيء، خصوصا كانوا معايا دي كوليغ بقيت كنهضر معاهم كيقول لي انا مدوز في الشركه 15 عام. عاشو بحال جاتني واحد الفيجن ديال راسي من هنا 15 عام انا ما باغيش نبقى بحال انا ما بغيتش نبقى بحال. وديك الساعات ما كان عندي لا فلوس نقرا، كنت غادي بليستيا ديبلوم تكنيسيان. قلت غادي ندير، اقسم بالله خرجت واحد النهار مشيت نجلس حدا الدانوب تما خرج وانا نقول عرفتي شنو غادي نحل الريستو اللي هالي. واحد النهار قلت عرفتي شنو خصني نتعلم المسمن حيت شتو ما كاين لا الماكله وجيني الجوع، عييت من هذه الماكله ديال فهمتي الدجاج مسلوق والمايونيز والكوفيتير وداك عييت. كنت غادي نتعلم المسمن واللي لي هالي حتى راه دوزت واحد الشهرين وانا باش نلقى بعد داك الفينو ما كنتش عارف شنو هو الفينو كنت كنقلب على الفينو والفورس والروينه والكحله حتى لقيته. شهرين وانا كنتعلم داك العجينه ما بغاش تشد ليا، اما الماء كبير اما هادي اما فهمتي ما كتصلاحش هادي حتى جا واحد النهار تعلمت المسمن. تما بديت كندير المسمن بديت كنفرقوا على فهمتي كنعطي صحابي هادي كيقول لي المسمن ديالك واعر صاحبي. تما جاتني الفكره ديال شنو غادي ندير واحد كروسه ندير كروسه بقى نبيع فيها المسمن نخرج برا وديك الساعه نبقى نبيع فيها المسمن. بديت خدام عليها حتى قديتها بقى لها واحد شويه باش نفينيها وهي تجي كورونا. جا كونفينمون سد بقى في الدار. وهي تقول عرفتي شنو غادي نحل باج انستغرام. حليتها خديت داك اللعبه اول صور كتجيني من المسمن صورتها حطيتها. كان ديك الساعه تقرب العيد مورا واحد 3 سيمانات ما كاين لا اوردر لا والو. واحد البنت قالت لي على فكره بغيت 4 المسمنات ندير لك، بغيت دوموندي 4 المسمنات. اول اوردر ديالي 4 المسمنات عرفتي فرحت وجالس كطيب نمشي ندير المسمن وهادي. كانت عندي واحد البوطه فيها فم واحد اللي خدام والفران كنت كنشعلو بالقاعد واحد الفران ديال الكومونيزم وكنت ديرو بالبوطه حيت هنايا ما كاينش البوطه. كنت كنمشي نجيب البوطه من ستاسيون الغاز كنجي نحطها والفران عرفتي الكوزينه كانت عندي صغيره بحال هكا ثلاجه صغيره قاضي نتقاتل معاها. صيبت المسمنات العباد درتهم في بابي الومنيوم وانا نديرهم في ميكا وانا نمشي نديو ليها. ديك الساعه حاسب 500 فورنت المسمنه نقول واحد 11 درهم 4 المسمنات. شديت هذيك 50 درهم رجعت للطار عرفتي وانا شدها بحال هكا ونحطها في الثلاجه قلت لي والله ما نخسرها برا. داك لاباج فوق وليت كنطيب واخا ما كناكلش ولا ما كنبيعش داك الماكله. المهم كنصورها وكنحطها وبديت كندير لي زاد الادز ومع المغاربه هنايا حتى هما ما كانش ديك الساعه حتى ماكله مغربيه. بديت كنتعرف بيناتهم بداو كيجيني اوردرز شويه بشويه بديت كنطيب حتى وصلت واحد العام لقيت راسي لي دوموند لواحد الدرجه اللي الناس ولات كتقول لي افاك لا دوموند للشهر الجاي. حيت كنقول لها ما عنديش الوقت فين نصايب لك لا دوموند كتقول لي لا دوموند الشهر الجاي. حتى وصلت بيا لواحد الدرجه اللي قلت اوكي ما نقدش دابا نكمل في هذه البلاصه حيت صغيره ولي دوموند كبار. خصني لابد نطلع البلاصه خصني ابجريد. هذا الصديق هذا اللي كان دائما كياخذ من عندي البريوات قال لي على فكره بغيت واحد 5 كيلو د البريوات. وانا نقول له اسمح لي راه دابا نقاطع دابا راه كنحاول نشوف كيفاش نحل الريستو. ويقول لي اوكي. قال لي راه انا بغيت نحل الريستو. قلت له انا بغيت نحل الريستو. قال لي وصافي اجي نهضر. مشينا هضرنا انا وياه تلاقينا هضرنا. هو مصري الله يعمر هضر عمري ما شفت داك شي واحد بحال هكاك حتى شفتو هو واحد الطيبوبه واحد الرجوله فيه الحماق
ربي لاقاني به الصراحه. حتى هو اتفق على الريستورون مغربي، وفي الاول قال لي خصنا نسميه لا ميزون دو سعد، وانا نقول له لا ما بغيتش لا ميزون دو سعد، غادي نسميو شي سميه اللي صغيره وفرونسيز ومغربيه او ميم طون، وانا نسميها ماجوغير. ماجوغير واحد لو جاردان ماجوغير في مراكش، وعنده بزاف ديال ديتاي ديال المغرب، وعرفتي واحد البقعه اللي فريمون كيعجبني داك الجاردان. انا بغيت زعما نديرها ك سمول بيس اوف موروكو ان بودابست. هادشي علاش عجبني الكونسيبت ديال ماجوغير، اول ريستورون مغربي في هنغاريا كلها. فوالا خوت، حنا جينا دابا للريستورون ماجوغيل هنايا، غادي ندخلوا ان شاء الله للكوزينه عند سعد فين غادي يورينا الكواليس اللي كاينين في الكوزينه لداخل. خويا سعد مرحبا بخير. هانيه الله يحفظك. لقيتني دابا كندير واحد الكسيكسو لام شانكس كيجينا من نيوزيلاند، حلال بيان سور بالسيرتيفيكا ديالو، كيجينا من لي فارم تاع الناس بريفي. كل يوم جاي عندي واحد الجروب ديال 25 واحد، تما عندي السيرفيس، تما فين كندير الهات سيكشن، هنايا الكولد سيكشن، انت كلشي جايبو من المغرب زعما كاع الطواجن وكلشي العطريه كلها. تما عندي لا باتيسري، تما عندي بلاك ديشز، انا عندي وايت ديشز، لا باتيسري هنايا، وهادشي اللي كاين. يعني كوزينه ما كبيره ما صغيره متوسطه عاديه. الحمد لله. شحال تقريبا ديال الوقت كياخذ منك مثلا دابا هذا البلا اللي غادي بالنسبه لهذا البلا هذا كياخذ من عندي ساعه ونص ساعه ونص على حسب اللحم كيفاش داير. الحاجه الوحيده اللي كتطلب هي الوقت بزاف، 3 سوايع 4 سوايع، هو اللحم البرقوق، حيت اللحم خصو يكون لابد بحال الزبده كيبقى يطيب على بالمهال بشويه. لا هو لا الطنجيه كتاخذ من عندي الوقت بزاف، ريسك كبير، حيت كتدخل لواحد المارشي اللي حتى واحد ما عارف ديك الساعه، حتى واحد ما عارف الماكله ماروكان، ما عارف حتى حاجه عليها. ولكن منين انا كنت ديك الساعه كون ما بديت من انستغرام وكانش عندي لي كليون كاع ما نحلو، شفت بان كاين اقبال بزاف على هذه اللعيبه هذه، ديك الساعه عاد تشجعت شويه باش نحرصوا مغربي. اما كون ما كانش بحال هكا كنشوفوا بانه ريسك كبير، حيت كتجي لواحد المارشي ما عارف عليه حتى واحد شي حاجه. بالعكس لي كليون اغلبيه هنغاريين وتوريست، المغاربه قلال عاجبهم الحال. عندي في جوجل 4.8 ريتين، بزاف. كتجيهم شي حاجه اللي خصوصا البسطيله، كتجيهم السكر مع الحلو، شي حاجه فاش كيذوقوها وكياكلوا السكر مع الحلو مع الزعفران مع العطريه، كتجيهم مغربي وكيعجبهم الحال. يني تو بي كونسيستنت، نفس المذاق نفسه ما خصوش يتبدل نهائيا، حيت الا تبدل الكاليتي كطيح. الاغلبيه ديال لي ريستورون ملي كيطيحوا كيكونوا خدامين مزيان واحد العام ياك، الكاليتي عندهم زوينه، المذاق زوين، كلشي زوين، كيجي لا كيتبدل الشاف ولا كيولي عليهم الضغط بزاف، لا كاليتي كتهبط. وملي كيجي عليك الضغط كتولي غير تخربق، تولي تربح بزاف. اكزاكتومون، بغيت تربح بزاف وتجيب كليان بزاف، والمذاق ديك الساعات كيتبدل وكلشي كيطيح، لا كاليتي كطيح، السمعه ديالك حتى هي كطيح. طنجيه واللحم بالبرقوق اكثر حاجه. اللوكيشن هي زوينه وما زويناش، هي زوينه حيت جينا نحضر البرلمان، واش في واحد البلاصه اللي فريمون كيعيطوا له الحي باريزيان، حيت زوين، وحضر سفاره امريكان وحضر البرلمان، وجات في واحد البلاصه زوينه قدمت الساحه هاد اللعيبه هذه كلها. وما زويناش حيت جات في واحد الجراي اريا، حيت الاغلبيه حيت حنا ملي حلينا ما كناش اولين على الوولكينز بزاف، ما كناش اولين على الناس غادي يدوزوا ويدخلوا، كنا اولين على لي ريزيرفاسيون. هادشي علاش حلينا هنايا، ديك الساعه خدمنا على الماركتين باش نبقاو نجيبوا الناس اللي عين. اما اللوكاسيون بالنسبه للناس باش يجيو يدخلوا ما كناش اولين هذا. انا في الاول من بديت الطبخ عمرني ما توقعت راسي عجبني بديت في انستغرام، عمرني ما توقعت راسي غادي نرتاح للكوزينه وغادي نرتاح لاباتيسري. عرفتي لقيتها واحد الراحه خياليه الصراحه. لاباتيسري زوينه كتعجبني حيت كتولي كرياتيف فيها بزاف. احسن وكله ديالي اللي كتعجبني انا بيصاره. وما كايناش، كاينه في المنيو ولا ما كايناش؟ كانت في المنيو وحيدتها مع الصيف. واش العطريه كتجيبها من المغرب ولا من هنا؟ العطريه كدير لي الوالده الصراحه وحق الله العظيم الوالده الله يخليها ليا هي كامله، هي اللي كتمشي كتقد لي العطريه، كتصيبها التحميره كديرها هي، كتمشي تشري فلفله كتنشفها مزيان وكديها عند العطار وكطحن كل شيء. لا هي كل شيء كتشري عطريه وكديها عند الطحانين، هما اللي كيطحنوا هما اللي كيصايبوا كل شيء. كيف كاين العطريه هنا؟ مخبيه حيت العطريه اساس الريسطو. الماكله في المغرب احنا مولفين على واحد العطريه، مولفين على واحد الذوق، مولفين على هذاك الشتاء اتاي في المغرب كنديروه قاصح. مي هنايا الا درتي نفس الاتاي اللي في المغرب درتيه هنا في بودابست ما غاديش ياخذ من عندك، حيت ما مولفينش داك القصوحيه وداك العطريه اللي كنديروها في المغرب ما مولفينهاش هنايا. شي السمن جبتو من المغرب
درتو هنايا عطيتو الناس يذوقوا ما عجبهمش جاهم خانس. يعني خصك تادابطا للبلاد والذوق ديال الناس كيفاش دايرين. هنا كيعجبهم الخضره مع هادي فهمتي عندهم واحد الذوق ديالهم. اما الا بغيتي هذا شويه اللي فهمتي اللي خصك تادابطا باش داك تمينيمانيزي الريسك باش المشروع ما يطيحلكش. خصك لابد تادابطا مع العقليه ديال الناس مع التيست ديالهم مع لوغو ديالهم مع كيفاش شنو كيبغيو شنو ما كيبغيوش واش العطريه مزيانه ولا ما مزياناش كيعجبهم الحوت ولا كيعجبهم اللحم ولا كيعجبهم الدجاج وكتشوف وكدير داك الشيء. بالنسبه للمغاربه فهمتي بحال الرفيسه هنايا ما عجباتهمش ما كانش على واحد الاقبال كبير. كنت داير عندي في المنيو ومنين درتها مع داك الراس الحانوت مع داك الشيء والحلبه والعدس فهمتي جاتهم بشكل ما قالوش والخبز نتاع داك الخبز مسمن نتاع الرفيسه جاو بحال النودلز واش حنا كناكلوا لي باط ولا اش كناكلوا فهمتي جاتهم في شكل. اللحم بالبرقوق حماقوا عليه لواحد الدرجه اللي دائما خصني نصيبه. الدجاج تا هما حماقوا عليه اللي فيه الحامض وفيه الطنجيه حماقوا عليه تاعي. لي صالاد العيبات نقبال خصوصا هنا في بودابست ولا في اوروبا عامه ما عندهمش داك الغلق ما كياكلوش باش يغلقوا ولا باش يشبعوا كياكلوا باش يتذوقوا ويكون عندهم واحد الاكسبيريونس. وهذه تعلمتها في ريستوراسيون زعما الفاين داينين ريستورانتس. راه انا مني وجبد وانتم وجبد كتمشي باش ماشي ما تشبعش ماشي باش تشبع كتمشي باش تعيش واحد الاكسبيريونس اللي ما تقدش تعيشها في ماكدونالد ولا ما تقدش تعيشها في كباب ولا في سناك ولا شي حاجه. كتغير الجو ديالك. حتى بريزونطاسيون زعما ما دايرهاش داكشي مغربي. حتى الريستو ديالي زعما ما درتوش مغربي 100% زعما الديكوراسيون مغربيه ولكن مودرن. ما بغيتش ندير داك الستيريوتايب نتاع اللوان والجمل ولا ما عرف شنو الزرابي وداك الشيء ما بغيتش حيت غادي يجي ستيريوتايب. سامبل مينيماليست ولوكجري اكزاكتومون. حيت اللي شفتو انايا حيت كنت كنخمم زعما واش نحل سناك مغربي. سناك مغربي عمرو ما غادي يصدق هنايا. شوف عرفتي اللي سجلت انا في الماكله المغربيه ما كاينش واحد المعيار. كل واحد والمعيار ديالو. اغلبيه بداك الكاس العنبه صح ودير شي حاجه 4 كيسان العنبه 5 كيسان العنبه فهمتي. دابا العطريه عينك ميزان صراحه ما بقاتش عيني ميزان. لا ولا عارف دابا ولات بلا غرام ولات بكلشي فهمتي باش الا ما كنتش انا يديروا نفس الطعم نفس المذاق. شي حوايج تعلمتهم هي زوقت به كيما بغات تكون القضيه. شي راه كاع هذوك اللوكشوريوس ولا ميشلين ستار ولا الريستون اللي واعرين راه كيطيب داك الماكله ولكن الزواق ديالها وكيفاش كيحطها كيفاش كيريبريزونتيها راه بحال انت ملي كتمشي انترفيو كتمشي بكوستيوم والايبات وكل شيء. يعني فهمتي ديك الهيبه الاولانيه هي اللي كتعطي فهمتي اللي كتبدل الاكسبيريونس كلها. اما الا جيتي تحط لهم زعلوك شي تبصيل عادي راه تبيعو عادي. اما الا حطيتي زعلوك شي تبصيل زوين ونقي والديكوراسيون حداها فهمتي وتبريزونطيه بواحد الطريقه وتهضر معاهم وتشرح لهم وتشوف راه زعلوك فهمتي زعلوك فهمتي with Moroccan spices we bring them from Morocco. كتشرح لهم وكتعبر لهم على داك سميتو بحال كتبيع واحد البرودوي راه كيقولوا اوكي واو زعما راه الحماقه زعما خصنا ندوقوا زعلوك هذا وراه غير زعلوك. كتشوف كيفاش تبيع. وهاد اللعيبه هذه تعلمتها الصاط ملي كنت كنبيع في البحر. كنت كنبيع لي روشارج ديال الميديتيل قرب الناس غادا تبحر وانا غادي كنمشي نبيع لهم لي روشارج ديال الميديتيل وكنت كنبيع نبيع تما فين تعلمت بزاف هاد المبيعات وكيفاش كونفينسي الناس ياخذوا من عندك شي حاجه اللي فهمتي اللي ما محتاجينهاش. وقبل ما نحل الريستو اصلا درت لي الخير واحد خونا حيت كنت فهمتي لما كان عندك ريستورونس كنت لابد تقلب على شي حاجه معاونه اقصى معاونه. كنت كنقلب على لي ريستو اللي كاينين في فيينا قبل ما نحل كنعيط لهم واحد بواحد كنقول لهم عافاك انا ساعه سميتو غادي نحل ريستو مغاربه عافاك هادي طاطا انا بغيت غير نسول فيك بغيت نسول على شي حوايج اغلبيه لاخويا شكرا مسمح لي لا ما نقدش طحت واحد خونا قال لي مرحبا قال لي اجي اخويا عندي الريستو نعلمك كلشي. ونيت فعلا شديت الطوموبيل مشيت عنده تمايا علمني كلشي وراني كلشي زاد شجعني. وفاش وراني ماشي في الطياب وراني كيفاش ما تضيعش الماكله كيفاش تطيب كيفاش دير فهمتي حيت الطيب بروفيسيون في الكوزينه ماشي بحال كطيب في الدار كيفاش دير كيفاش تفعل وراني علمني داكشي من ازد. كي داير الكونترول ديال النقاوه هنا مزير بزاف سيرتو كدولي على السونتر ديال بودابست مزير لواحد الدرجه كيجيو بعدا ما كيدخلوا الكوزينه حتى تيلبسوا واحد اللبسه ديالهم خاصه بحال داخلين لواحد اللوزين لي ديتاي كركزوا عليه لي ديتاي من اتا زد زعما بعض المرات راه كيحسبوا لنا حتى شحال كنديروا دساني كروا في الاطرو د الماء باش كنطفوا الارض باش ما يكونش داك البي اش طالع ولا قليل باش فهمتي باش ما يقتلش باش ما يدير لنا شي سموم حنايا ويقتل لي زانسيكت
وما يضرش المحل. زاموند كيكونوا طالع ما كي لي زاموند كيكونوا طالع في الاول كيعطيك واحد الورنين بعدا زعما شوف راه لقينا هذا الشيء هذا عطيناك فرصه المره الجايه من غادي نجيو غادي نشوفوا الا ما كايناش غادي يعطيك لي زاموند. دابا واش بغيت الوراق ولا ما بغيتش الوراق؟ هذا واحد السؤال خطير اصاحبي. شوف الايجابيات باش زوينه بودابست فيها فرص مازال فيها شويه ديال التخلويط ومازال فيها تقد ما دير فيها مي ولكن خصك تكون خصك ما تكونش كتجلس باش دير فيها شي حاجه. هي فقيره فيها ما يدير. شوف انا بالنسبه لي اي بلاصه فيها ما يدير كما بغيت تكون حتى المغرب فيها ما يدير ولكن علاش ما تبقاش جالس وكتقول راه ما كاين ما يدير. راه البلدان في افريقيا ما عندهم والو كتلقى الناس عندهم زباله الفلوس داروها فهمتي. السيكوريتي هنايا احسن من اي بلاد في اوروبا شفتها. الناس البنات كيخرجوا مع 3 الصباح 4 الصباح حتى واحد ما كيهضر مع شي واحد سيكوريزي بالشهد. هذه باش زوينه هنايا حيت ما كاينينش بزاف ديال الليغال ايميغرانتس ما كاينينش كاع اكزاكتومون. وتا اللغه ما كتعاونش وتا الناس ما كيعاونوش وتا باش تانتيغرا معاهم صعيبه بزاف. ولحد الان انا مازال زعما ما انتيغريش مع الهناغره بزاف. عندي شي صحابي شويه بحال هكا ما انتيغريش معاهم داك الدرجه والو. 8 سنين عرفتي علاش؟ حيت انا ملي جيت لهنا كنقول او كندوز غير عام وغادي نمشي بحال هادشي فهمتي. كتجي كلنا اي واحد جالس هنا مغربي ما كيهضرش بالغاريه عنده نفس المونطاليتي كنقول غادي ندوز هذا عام عامين وغادي نمشي بحال هادشي ما كاين لاش نتعلم الغاريه. يعني تعششنا اصاحبي. الا هضرتي بالغاريه غادي تطلع لك شحال من حاجه غادي تفتح لك الابواب بزاف. سلبيات هما الوراق. سلبيات دابا مع داروا غيروا اللو القانون تاع الوراق صعبوا لواحد اقصى درجه ممكن. ما بقاوش بعدا كيعطيو الوراق هذه اول حاجه. ثاني حاجه صعبوها خص يكون عندك واحد المونطون كبير وخصو يكون عندك بزاف ديال الكرايتيرياز باش تلقاهم. السلبيه الثانيه هو اللغه يعني واحد اللغه اللي فريمون صعيبه. ثالث حاجه هما الناس مازال شويه ما منفتحين على العالم. يلاه دابا ولاو غادي كينفتحوا زعما تقد تعيش حياتك كلها هنا في هنغاريا وما تهضر مع حتى شي واحد. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش مع البشر جو دي احسن بلاد تقدر تعيش فيها. وراها صات من مورا داك انستغرام وليت كندير لي ديني بريفي بداو كيعيطوا لي الناس شوف راه حنا واحد برايفت دينر ممكن تجي تصايب لينا هذه حتى واحد النهار لقيت راسي كندير لي بريفي البريزيدون تاع اخ تي ال تاع التلفازه اخ تي ال اللي كاينه في اوروبا اكزاكتومون كندير لهم سميتو جالسين كيضربوا البسطيله كيضربوا اللحم بالرقوق والدجاج محمر كلشي وصافي تما بديت عرفتي بالاطباق المغربيه. بيان سور عرفت بالاطباق المغربيه وتما صافي بديت غادي وكنتعرف بعض المرات انا براسي بالمره كنشوكا حيت قريت الدومين ما عنده حتى علاقه بالطبخ ما كنتش كنعرف نطيب لا والو. لقيتي راسك لقيت راسي دابا ولينا كنشاركوا دابا في دي غورمي فيستيفال ولينا كنشاركوا في فيستيفال والناس كيعرفونا الطبخ المغربي ولا معروف الحمد لله. الواحد هو اللي انا اللي تعلمت في هادشي كله هو دير علاش لوبورتونيتي من غادي تجيك غادي تلقاك على الاقل واجد لها كيما بغا يكون طبخ سرباي بلومبي تريسيان ميكانيك اي حاجه دير قلب خدم واخا ما تخلصش في الاول وما يكونش داكشي الخلاص قليل ولكن غير دير وتعلم حيت الوقت غادي يدوز دغيا على الاقل الا داز واحد 5 سنين القى راسك تشد واحد الحاجه ديك الساعه لوبورتونيتي كتجيك هادشي اكزاكتومون عمرك ما غادي تضيع من الحرفه. هذه اول حاجه. طلع الغربه طلع بقانون. انا بالنسبه لي كيفاش كنشوف طلع بالورق ديالك وخدم كاينش البلاد. انا بالنسبه لي البلاد ما بقاش كتهم زعما الشيء غير منين درته هنايا درت هذا الشيء بلا لغه وديك وما كانش زعما فهمتي ما كنتش مستابلي وما كانش عندي فلوس وكل شيء تقدر ديرها في اي بلاصه كما بغيت. احسن حاجه تقدر ديرها دابا في هذا الوقت هذه هي تكون عندك حرفه. الا كانت عندك حرفه راه مع عمرك زعما ما طيح كما بغيت تكون غادي تجيبها زعما واخا غير تبريكولي وديك الخدمه كاع اللي دوزت في حياتي في المغرب راه ساعدوني بزاف باش بديت انا كما كنتش عارف والو راه ما داير والو. صراحه بالنسبه لي فكره حل ريستورون مغربي في دوله بحال هنغاريا فريمون تشالنج اللي كبير بزاف اللي قدر ساعد على انه يحققوا من بعد بيان سير واحد الاجتهاد اللي فريمون كبير ديال سنوات. يعني كنقولوا من فكره ديال باج انستغرام الريستورون من احسن لي ريستورون بيان سور اللي كاينين في مدينه بودابست. بالنسبه لي سوكسي اللي زوين حتى لونتوراج ديالك كيلعب دور كبير. بعض المرات كتقدر تلاقى مع ناس بصدف اللي كيقدروا فريمون يبوشيوك بزاف في داكشي اللي كدير. المغزى من هادشي كامل هو انك دير اللي عليك راه الكمال على الله وربي راه ما غاديش يخيبك وما غاديش يضيع لك المجهود ديالك.